مساء الخير يا شباب مدرسية، يا رب تكونوا بخير. هنشتغل النهاردة النموذج الاسترشادي بتاع الجيزة. يلا بينا. أول سؤال في الألجبرا. x y equal 7. ال x وال y مع بعض في in one side، يبقى ده على طول ده inversely proportional، يعني ال y inversely مع ال x يبقى ايه 1 over x. The sample dispersion measure. ايه ال dispersion بقيسه بحاجتين، range و standard deviation. انا هاخد range عشان قال لي sample way. هنا عندنا اللي بعديها square root of 4 square root of x equal 4. طيب احنا عايزين ال x بس هتبقى ايه؟ عشان اجيب ال x هنا بعمل باور 2 عشان اشوف ال x بكام. ف 4 باور 2 equal 16 وعايزاها بوزيتيف فهختار ال 16. بعدين هنا قايل لي ايه f of x equal 3. دي constant function، فأي حاجة هتبقى بال3، يعني f of 3 هتبقى بال3، f of negative 3 كمان 3 plus 3 هتبقى equal 6 على طول. the range of the values. range بجيبه ازاي؟ احنا عايزين range، يبقى انا بعمل ايه؟ بجيب اكبر حاجة minus اصغر حاجة. اكبر حاجة عندك هنا 23 minus اصغر حاجة هنا 4، يبقى 23 minus 4. اوكي، سهلة ولا فيها مشكلة؟ تبقى 19، يبقى هنا على طول هتبقى equal 19. طيب اللي بعديها f summation of x minus x mean power 2 48. عايز النمبر والنمبر of values ب 12. السيجما تبقى equal square root لمين؟ 48 over 12 ان هو number of values بتاعنا. اوكي، هتبقى 2، يبقى الإجابة ب 2. اوكي. if the following هنا كلهم كلهم polynomial function except مين؟ ما عدا مين؟ اقرا السؤال كويس. ما عدا مين؟ قلنا اللي مش polynomial اللي هي اي حاجة يبقى فيها 1 over x، لان الاكس هنا هيبقى الباور بتاعها بالنيجاتيف وما ينفعش الباور بالنيجاتيف، او سكوير روت للاكس. دول كده مش هينفعوا يبقوا بولينوميال. مين فيهم نفس الكلام ده؟ اهو 1 over x عندك. هنا a and 5 و 6 and b. first projection equal first projection، يبقى ال a equal 6 plus second equal second، يبقى ال b equal 5، يبقى 6 plus 5 equal 11. اوكي، بتكونوا استوعبتوها. number 9 عندنا the curve. الكيرف اللي قدامك ده عمل البوينت نيجاتيف 4 and 0، يعني عمل كات للاكس اكسس في البوينت دي نيجاتيف 4 and 0. معناها ايه؟ معناها الاكس عندنا بنيجاتيف 4، يعني دي كده بنيجاتيف 4 و 0. الاكس اوف سيمتري لازم يعدي في النص بالظبط، صح الكلام؟ طيب يبقى الاكس اوف سيمتري هيبقى كده، يعني معدي بايه؟ اكيد نيجاتيف 4 نص المسافة هتبقى نيجاتيف 2، يبقى لازم معدي باكس سوري اكس ايكوال نيجاتيف 2، يبقى الإجابة عندي هتبقى نيجاتيف 2. اوكي، تعالى ازاي نعمل الستاندرد ديفيجن. اجيبه ازاي؟ اول حاجة بجيب الاكس مين. اكس مين بجيبها ازاي؟ sum of numbers over ال number بتاعهم، يعني 12 plus 13 plus 16 plus 18 plus 26، كل ده over 1 2 3 4 5 over النمبر بتاعهم 5. اوكي، هجيبهم كده واجيب الاكس مين بتاعتنا بكام. ماشي، 16 بعد كده 18 بعد كده 26، كل ده over النمبر بتاعهم 5، هتبقى الاكس مين ب 17. خلاص، يبقى انا هرص الاول ايه الاكسات بتاعتي. طبعا الجدول ده انت بتعمله 13 16 18 26، وهنا بقى كل مرة بعمل ماينس الاكس مين اللي هي 17. 12 ماينس 17 هتبقى نيجاتيف 5، يبقى دي نيجاتيف 5 باور 2. طبعا باور 2 بيضيع النيجاتيف، هتبقى 25. 13 ماينس 17 نيجاتيف 4 باور 2 16. 16 نيجاتيف 1 باور 2 1.
18 minus 17 1 باور 2 1. 26 minus 17 هتبقى 9 باور 2 هتبقى 81. بعد كده اعمل summation للكلام ده، التوتال بتاعهم او السم بتاعهم 25 plus 16 plus 112 plus 81 هتبقى 124. عشان اجيب انا السيجما بعمل سكوير روت ل 124 over النمبر بتاعنا 5 وخلصت على كده. ماشي، هتبقى approximately 4.98. اوكي، اللي بعديها هنا عندي بيقولي find the positive number. انا اول حاجة بعملها بقوله let النمبر ده هسميه x، سميه اي حاجة تعجبك. which is its square يعني x power 2 is added يعني عملت له plus to each of the two terms للاتنين دول، لده وده. يعني ايه؟ يعني هعمل x power 2 عشان هو قال لي square plus 7 over الترم التاني اللي هو 11 يبقى x power 2 plus 11. the ratio become ايه؟ بقت ايه؟ become يعني equal 2 to 3. اهو هعمل scissors way وابدأ احل. يعني 3 هتبقى times ال x power 2 plus 7 equal 2 times x power 2 plus 11. اعمل distribution تخش هنا وهنا ودي نفس الكلام، يبقى 3x power 2 plus 21 equal 2x power 2 plus 22. هدخل دي هنا واجيب دي مكانها اعملهم exchange، وطبعا exchange اعملهم بالعكس الساين، يعني 3x power 2 minus 2x power 2 عشان راحت الناحية التانية. 21 بالبوزيتيف هتروح بالنيجاتيف ودي زي ما هي. 3 minus 2 هتبقى x power 2 نيجاتيف 21 plus 22 هتبقى 1. طيب وانا باخد السكوير روت هعمل بوزيتيف طبعا و نيجاتيف، يبقى بوزيتيف و نيجاتيف 1. بس هو قايل لي ايه؟ قايل لي عايزه بوزيتيف يعني النمبر هيبقى 1 وخلصت على كده. يعني نحل اللي بعديها. عندنا الاكس وعندنا واي وعندنا زد، عايز n of x product z. معناها n of x وهما كام نمبر قدامك 2 times n of z نمبر واحد يعني 2 times 1 هتبقى 2. طيب x intersect y y intersect x يعني حاجة يبيتت في y و x اللي هي 2 product z اللي هي 3. لازم تعمل الخطوة دي خلي بالك عشان ما تلخبطش، وبتاخد عليها درجات برضه، يبقى هتبقى 2 and 3. اوكي كده طلعنا البرودكت. نمبر 13 هنا عاطيني ايه؟ عاطيني f of x اهي و f of 2 equal 10. ادي الاكس ودي الواي الانسر بتاعتنا، يعني اشيل كل x واكتب مكانها 2 يبقى 4 times 2 plus b equal 10. 4 times 2 8 plus b equal 10. ودي دي هناك بالماينس يبقى b equal 2. اوكي تعالى اللي بعديها بيقولك if b is the middle proportional between a and c يعني a over b equal b over c equal m. b equal cm وال a هتبقى cm باور 2. طبعا احنا عارفين الكلام ده، هما دول اللي بعوض بيهم. طيب تعالى نشوف ال left hand side وابدأ اشتغل عليه. 5c زي ما هي plus minus 2. ال b هشيلها واكتب مكانها cm all باور 2، بعد كده بقى اعمل لها distribute. 5b اللي هي cm all باور 2 minus 2a اللي هي cm باور 2 all باور 2. طيب تعالى بقى نظبط. ادي 5c باور 2 minus 2 هوزع الباور 2 هنا وهنا يبقى c باور 2 m باور 2. تحت 5 برضو هوزع c باور 2 m باور 2 minus 2 هوزع برضو الباور دي هتبقى c باور 2 بس m باور 4 المرة دي. اوكي يلا بينا نكمل. هتبقى ايكوال ايه؟ هاخد common factor اكيد حاجة يبيتد عندي c باور 2. تعالى نشوف اتبقى ايه. اخدت c باور 2 c باور 2 هيتبقى 5 minus 2 2m باور 2 صح. تعالى نشوف تحت ايه يبيتد او الكومن فاكتور هنا c باور 2 و m باور 2 كمان. هيتبقى هنا اول واحدة 5 وهنا هيتبقى 2m باور 2. خلاص في عندي براكت شبه براكت هيتكنسل، في عندي c باور 2 هتشبه c باور 2 واحد
هيتبقى ايه؟ ما تبقاش حاجة عندك فوق يبقى 1. خد بالك بقى عشان انتوا كلكم بتتلخبطوا فيها. الام باور 2 دي تحت عشان هي موجودة تحت، يعني ما تبقاش ايه، الناس بتكتبها لي ام باور 2 خلاص، لا هي تحت، يبقى 1 over ام باور 2. ده كده الليفت هاند سايد. يلا رايت هاند سايد. سي اوفر اي، السي زي ما هي، الاي اللي هي هشيلها واكتب مكانها سي ام باور 2. السي مع السي يبقى 1 اوفر ام باور 2، وده ال right hand side وال left equal right، وخلصنا على كده. طيب هنا بيقول لي عندي الاكس وعندي الواي، وبيقول لي عايز a b over 2، او ممكن اعملها ان 2 times a equal b، نفس المعلومة. يبقى دي لو عملتها times 2 هتبقى 4، يبقى 2 and 4 times 2 يبقى 3 و 6 times 2 يبقى 5 و 10. خلاص كده انا جبت relation وهي function. طبعا function ليه؟ each element in x has only one image in y. لو انا عايزة اعملها arrow diagram طبعا سهل، هكتب الاكس عندي ايه والواي، الحاجات اللي في الاكس اللي هي 2 و 3 و 5، حاجات اللي في الواي 4 و 6 و 8 و 10. وهبدأ اعمل join بارز اهو، مثلا اهو، يبقى من التو للفور اهي، ومن الثري للسكس، ومن الفايف للتن، وخلصت. تعال نشوف اللي بعديها هنا ايه. عايز give the function. يلا بينا نجيب the function. اوكي، هنا عندنا بنعمل تيبل، والستارت عندنا من نيجاتيف 3، ادي الاكس وادي الواي، و اكس اهي وواي. ببدأ احط النمبرز اللي هي نيجاتيف 3، بعديها نيجاتيف 2، نيجاتيف 1، 0، 1، 2، 3، وبعملهم على الكالكوليتر بتيبل، واكتب الفانكشن بتاعي، او ممكن اعملهم بدماغي عادي برضو براحتك. هكتب 4 minus x باور 2، واكتب الستارت عندي من نيجاتيف 3 والاند. اوكي، والاند في ايه؟ والاند بالثري، يبقى نيجاتيف 3 والاند بالثري. اوكي، وهيطلع لك التيبل على طول هنا. نيجاتيف 5، بعد كده 0، 3، 4، 3، 0. هو بيكرر نفسه تاني نيجاتيف 5. وابدأ اقسمهم بقى على الكوردينيت بتاعتي. نيجاتيف 3 معايا نيجاتيف 5 اهي، دي اول بوينت. نيجاتيف 2 and 0 يبقى على نفس الكلام، نفس الاكسس. نيجاتيف 1 واطلع عند 3، 0 واطلع عند 4، 1 and 3، 2 and 0 هفضل مكاني، 3 ونيجاتيف 5 هنزل تحت، وابدأ اقسم كده بالايه، كيرف كده اهو. اوكي، طلب مني الفيرتكس. طبعا الفيرتكس هتبقى اللي هي في النص، اللي هي 0 و 4، دي الفيرتكس. هاخد من الاكس اكسس، هو ده الاكس equation of line of symmetry، هتبقى x equal 0 مينيموم ولا ماكسيموم؟ طبعا الماكسيموم. وهاخدها من الواي هتبقى 4. اوكي، يا رب تكونوا استوعبتوا النموذج الاسترشادي. وبكده خلصنا النموذج كله. بالتوفيق ليكم يا شباب، وكنت معاكم مس سارة، وسلام.